السلام عليكم واهلا بكم متابعي قناة ريال مدريد وبس وعشاق النادي الملكي. أرجو منكم الاشتراك بالقناة لكي يصلكم كل أخبار المنينجي. نجم الريال قريب من الانتقال للأرسنال مجانا. ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن أرسنال جدد اهتمامه بالتعاقد مع ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد، والذي يقدم أداء مميزا في بطولة كأس العالم 2022 رفقة منتخب إسبانيا. وينتهي عقد أسينسيو مع ريال مدريد عقب نهاية الموسم الحالي، وفي حال لم يتم تجديد عقده خلال الأشهر القليلة القادمة فإنه سيرحل عن النادي بصفقة حرة، تماما كما حدث مع مارسيلو وغارث بيل وإسكو في الصيف الماضي. وخرج أسينسيو من حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي خلال الأسابيع الأولى من الموسم الحالي، لكنه نجح في الحصول على بعض الفرص في آخر الأسابيع قبل التوقف. هذا ساعده على تواجد رفقة منتخب إسبانيا في مونديال قطر. ونقلت صحيفة موندو دوبارتيفو الإسبانية عن مصادر إيطالية أن يوفنتوس وميلان مهتمان بالتوقيع مع أسينسيو في الصيف القادم، ولكن قد تضيع الفرصة على كلاهما لأن أرسنال سيحاول الظفر بخدمات اللاعب في الميركاتو الشتوي. وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن المدرب ميكيل أرتيتا معجب كثيرا بالأداء الذي يقدمه أسينسيو مع الريال ومع المنتخب الإسباني، وطلب من إدارة النادي محاولة التعاقد معه في شهر يناير. وفي سياق آخر وقع إنزو ألفيش نجل النجم البرازيلي مارسيلو لعقده الأول مع فريق ريال مدريد في عمر 13 عاما بعد المستويات الرائعة التي قدمها. كان مارسيلو أحد الأسماء التاريخية لدى الملكي قبل أن يغادر إلى اليونان لينضم لفريق أولمبياكوس بعد نهاية رحلته الكبيرة والحافلة بالألقاب مع فريقه العاصمة. لكن تستمر رحلة العائلة البرازيلية من خلال نجله إنزو الذي وقع عقده الأول لصفوف ريال مدريد ليكون المهاجم الأول لفريق الناشئين. نجل مارسيلو جذب الأنظار بصورة واضحة، حيث أوضح تقرير رؤاسة أنه قد سجل 15 هدفا في 7 مباريات مع فريق ريال مدريد، وهو أكثر ب7 أهداف من صاحب المركز الثاني في ترتيب الهدافين.